ما هو علشان انت ماشي صح هيكرهوك. الناس ما بتحبش اللي ما بيغلطش، ولا اللي ضميره صاحي على طول، ولا اللي مهما شاف أسوأ من الدنيا يفضل نضيف من جواه. النوع ده من البشر بيوجعهم، بيخنقهم حتى من غير ما يتكلم، لأنه ببساطة بيفكرهم بكل حاجة ناقصة فيهم، بيفكرهم بعيوبهم. علشان كده طول ما انت ماشي صح هيفضلوا مستنيين لك غلطة، ولو ما جاتش هيصنعوها بإيديهم. في ناس لو ما لقيتش عليك عيب هيخترعوا لك عيب، وما لقيتش فيك شر هيألفوا لك شر، ولو لقوك نضيف زيادة عن طاقتهم هيشككوا فيك بدل ما يروحوا يراجعوا نفسهم، وهيشككوا في نيتك ويغيروها على مزاجهم، وهيقلبوا الخير اللي عملته لشر، هيحولوا احترامك لضعف، وطيبتك لسذاجة، وسكوتك لخوف، وصدقك لتمثيل قدام الناس. مش لأنك وحش، لكن لأنك مخليهم يشوفوا صورتهم الحقيقية قدام نفسهم. زمان كنت بستغرب ازاي ناس قدمنا ليهم كل الخير وقابلونا بالشر ده كله. ازاي ناس عمرنا ما أذيناهم شايلين جواهم كل الكره والغل ده. والحقيقة هي إن بعض البشر لما ما بيقدروش يكونوا زيك بيحاولوا يكسروك، ولو معرفش يكسرك بيضرك، ولو معرفش يضرك بيكره الناس فيك ويشوه صورتك ويحكي عنك حكايات ويفسر كل تصرف منك على مزاجه ويستنى منك غلطة، ولو ما جاتش الغلطة بيخلقها بنفسه. زمان كانوا بيقولوا حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. دلوقتي بقوا ما بيستنوش منك الغلط أصلا، بقوا بيخترعوه ويصدقوه وينشروه بس علشان يريحوا الشعور النقص اللي جواهم. الناس دي بتكرهك لمجرد إن هم فشلوا إن هم يكونوا زيك أو يكونوا حتى صورة منك. رسالة النهاردة بتقولك العين ما تكرهش إلا اللي أعلى منها. سيبك منهم، ما تفكرش فيهم ولا في سواد قلوبهم. خليك انت زي ما انت، بنقاء قلبك وصدق نيتك وجمال روحك وراحة ضميرك، وسيب لهم سواد قلوبهم يغرقوا فيه لوحدهم.